السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حل مشكلة احتكاك السيارة من أسفل في المطبات. معظمنا اللي معاه عربية حديثة أصلا بالعربية زي كده، زي ما انتم شايفين بتبقى أصلا واطية على الأرض وهي فاضية، فبالتالي احنا بنحك تقريبا في معظم المطبات في الشوارع المصرية يعني. طبعا شفنا الفيديو بتاع الأستاذ مصطفى حسن اللي هو حل مشكلة الاحتكاك، كان بيتكلم فيه عن استخدام القطعتين دول أو القطعة دي في سوستة المساحة. نتنقل مع بعض الجزء العملي. هنشوف دلوقتي العجلة القدامانية، احنا ممكن نرفع العربية بالكوريك من غير ما نفك العجلة، ونبدأ هتبقى السوستة واضحة قدامنا زي ما احنا شايفين. نتأكد بس الأول إن المسافة بين دوران السوستة ما يقلش عن 4 سنتي، المسافة دي يعني. وهنبدأ إن احنا نركب القطعة بإيدينا بسهولة جدا. طبعا بالنسبة للمساعد الأمامي بيبقى الحلزون أو الدوران بتاع السوستة، القطر بتاعه بيبقى كبير شوية عن قطر القطعة اللي هنستخدمها، فبالتالي بدل ما كنا هنثبتها ب3 أحزمة زي ما هو معتاد يعني، هنثبتها بأكتر من حزام عشان نطبع القطعة مع الدوران. في الحالة دي هنطلع القطعة بره، ونبدأ إن احنا باستخدام برضو سكينة أو مفك إن احنا نبدأ نفتح الأماكن بتاعة تركيب الأحزمة. بنفتح أكتر من مكان، حتى لو فتحناهم كلهم مفيهاش مشكلة، بحيث ان احنا نبدأ نستخدم أحزمة اكتر ونطبع دوران القطعة مع دوران السوستة عشان نضمن في اثناء حركة السيارة ان ما يحصلش ان هي تخش في قلب السوستة او ان هي تفلت من مكانها بمعنى اصح يعني. تمام كده، احنا دلوقتي فتحناهم تقريبا كلهم، ووسع بس الفتحة كويس عشان الأحزمة واحنا بنركبها ما يحصلش اي اعاقة يعني. دلوقتي احنا فتحناهم تقريبا كلهم اهم بالسكينة. هنبدأ ان احنا نركبها ونستخدم الأحزمة البلاستيك دي، ممكن نجيبها من اي حد بتاع اكسسوار او قطع غيار سيارات يعني. وبرضو القطعة دي ممكن نشتريها من التوفيقية او من على النت، سهلة يعني ان احنا نقدر نتحصل عليها. الرابط بتاع الشراء بتاعها كان موجود في الفيديو بتاع الأستاذ مصطفى حسن، وانا جبتها من على النت، كانت عاملة 80 جنيه اللي هو القطعتين يعني، والتوصيل بيبقى حوالي 35 جنيه. ده بالنسبة اللي عاوز يشتريها يعني من على النت. في ناس شارينها من التوفيقية سيليكون برضو، شفافة عن كده، كان القطعتين عاملين 100 جنيه. تمام كده. طيب احنا دلوقتي بنشبط بس الحزمة ونلف الدوران، وبعد ما بنركب ونطمن ان هي خدت الدوران واتطبقت، بنبدأ ان احنا نقرط على الحزمة كويس ونشدها كويس جدا، وبعد كده نبدأ ان احنا ايه، نشيل الزيادات دي، نقصها بالقصافة او بنسى قصافة يعني، ونريح العجلة. مفيش مشكلة، خلاص كده احنا خلصنا الجزء بتاع العجلة القدامانية. كده احنا خلصنا تركيب زي ما قلنا العجلة الأمامية والعجلة راكبة. هنشوف دلوقتي بالنسبة للعجلة الخلفية، لو حبينا نقيس الأول قبل ما نركب، هنلاقي المقاس بالنسبة للعربية دي 69 سنتي ونص. تمام، هنفك العجلة الخلفية، وطبعا مش هينفع نركب طبعا بالنسبة للعجلة الخلفية والعجلة راكبة، لازم نركب القطعة ونكون فكينا العجلة. هنلاقي السوستة الخلفية طبعا القطر بتاعها أصغر شوية، فهتبقى أسهل شوية في التركيب. عندنا كذا فراغ، هو حوالي 4 فراغات. هنركب في أي فراغ من النص ده أو اللي تحتيه، مش مشكلة يعني. تمام كده. فهنجيب القطعة فبرضه نجهز لها 3 أماكن، بس 3 تحزمة كفاية قوي. ونبدأ إن احنا نفتحهم بالمفك برضه أو زي ما قلنا بالسكينة أو أي آلة حادة يعني. ونوسع المكان كويس عشان أثناء التركيب ما يبقاش فيه أي إعاقة. بنركبها بسهولة جدا. طبعا لما بنرفع العربية السوستة بتتفتح، وتبقى سهل إن احنا نركب القطعة.
طيب لو بالنسبة للعجلة القدامانية لو حبينا نركب والعجلة مش راكبة، هنفك العجلة بسهولة برضو، ونفتح برضو أكتر من مكان بالمفك أو بالسكينة. برضو هنحتاج حوالي زي 5 أحزمة ولا حاجة. وطبعا التركيب والعجلة مش راكبة بيبقى أسهل بكتير من العجلة بالعجلة راكبة، بس طبعا كده ماشي وكده ماشي. احنا شفنا مع بعض النموذجين يعني. برضه من اللي نحطها بنركبها في مكانها وبنلفها بايدينا كده، ونبدأ ان احنا نشبط زي ما بيقولوا كده، بنشبط الأحزمة وما نقرطش عليها بس في الأول لحد ما نركب الأحزمة بتاع كامل القطعة، عشان ان بعد كده نلفها بايدينا على الوضع اللي احنا هنثبتها عليها، ونبدأ ان احنا نقرط على الأحزمة ونقص الايه الزيادات اللي في الحزام. تمام كده. طبعا انا جربتها في الطريق، هي ليها صوت بس وانت ماشي مع في الاماكن الهاديه، لو انت ماشي في مكان هادي او اي حاجه وفي يعني مكسر او كده، بتسمع صوت الاحتكاك بتاع القطعه اللي زي بلاستيك في حديد. ده صوت عادي يعني ما فيهوش مشكله. انا مش بس عاوز نستخدم اي ماده زيتيه او اي حاجه عشان ما تتزحلقش وتلف تنزل في اخر قطعه من اخر لفه من تحت، لكن هي عادي الصوت عادي ما فيهوش مشكله يعني، مش اذيه يعني العربيه ولا حاجه. تمام. بعد ما ركبنا ال5 أحزمة وقرطنا عليهم، نبص كده حتى نشوف العربية من ورا بقت عاملة حوالي زي 71 سنتي، يعني ارتفعت حوالي 2 سنتي عن الأرض وهي فاضية. هنتظر تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.